سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت معي هاد الحلوى بذوق الليمون، سهلة وبسيطة، المذاق تاعها رائع. نبداو في المكونات. عندنا 250 غرام مارغرين كما العادة، انا نستعمل لابيل. نزيدو عليها نص كاس سكر كلاص، سكر كلاص. لازم سكر كلاص تاعكم تغربلوه بيخرج منه هذاك الهواء. نضيف عليها بيضة كاملة وزوج بيض وزوج صفار البيض عفوا. 250 غرام مارغرين، نص كاس سكر، بيضة وزوج صفار البيض، معهم كيس تاع لافاني نوارة ولا اي لافاني عندكم، ونزيدو معها لاغوم تاع القارص، ونروح نخلط كلش بالباتور. خلطوه حتى يولي القوام تاعكم كريمي كما راكم تشوفوا، حتى تحسوا بالقوام تاعكم ولا كريمي. من بعد نضيفوا عليها نص كاس مايزينا، نغربلوها هي تاني. اي حاجه تستعملوها لازم نغربلوها والساعه استعملوها. ونضيف معها نص كيس خميره. الكيس تاعنا تاع الخميره فيه 10 غرام، انا نستعمل 5 غرام فقط. ونبداو نضيفو في الفرينه بالتدريج، وكي نضيفو الفرينه تاني نغربلوها، ونبداو نلمو في العجينه تاعنا باليد. من الاحسن انكم تخدموا بيديكم باه تشوفوا قد ما تحطوا الفرينه. وكي تكونوا تلموا في العجينه ما تعجنوش، على خاطر كي تعجن الفرينه تاعك تحطها في الفور راح تهبط لك ويجيك يابس. ثم لم باطراف الاصابع تاعك فقط. حط الفرينه تاعك بالتدريج وما تشيحش العجينه تاعك بزاف، وما تخليهاش تاني جاريه بزاف. دوك شوفوا كيف يوصل القوام تاعو. شوفوا معايا القوام اللي وصلنا ليه، تكون طريه، يعني كي تحطها في يدك ما تلصقلكش بصح تحس بها طريه. شوفوا كيف تحصلوا عليها. كما قلت لكم برك ما تشيحوهاش بزاف ما يجيكمش يابس. دوك نخليوها ترتاح ونروح نديرو كريمه الزبده تاعنا. وهذه الحلوى ما تحتاج ني شيكولا ني والو. دوك نروحو نخدمو كريمه الزبده بذوق الليمون. نحتاجو 125 غرام مارغرين صول. لازم تكون الزبده تاعكم زبده طريه، انا نستعمل يا صول يا لابيل. معاها نص كاس سكر كلاص، غربوه له هذاك السكر، ونزيدو معاها لاغوم تاع القارص، قيس مغرف صغيره ولا مغرف ونص، ما تكتروش بزاف فما يجيش الذوق تاعها قاطع. ونروح نخلطو كلش بالباتور حتى يولينا على شكل كريمي. شوفوا القوام اللي وصلنا ليه، لازم توصلوا القوام كريمي. بعد نروح نحطوها في لابوش ونخلوها، ونروحوا العجينه تاعنا نحطوها بين زوج اكياس بلاستيكيه باه نقدروا نحلوها وتساعدك ما تعذبكش في الحله نتاعها. نحلوها، ما تحلوهاش بزاف رقيقه ما تحلوهاش بزاف غليظه. من بعد جيبوا اي طابع عندكم، انا عندي هذا الشكل طبعت به، كنت حابه تكون الحلوى تاعي تيجي ظريفه هكا. اي طابع عندكم طبعوا به. كما قلت لكم العجينه ما تحلوهاش بزاف رقيقه، وكي يكون عندك طابع يلصق لك في العجينه مرمدو في الفرينه وخدم به نورمال. نكمل نطبع كامل العجينه اللي عندي وندخلها للفور على 160 درجه، وعينكم عليها باه ما تتحرق لكمش. وكي تشعلوها من الفوق ما تطولش وطفيو عليها. هنا بعد ما طابلي شوفوا لي كيف جا، ما جانيش رقيق وما جانيش يابس وطابلي على قانيه. وهنا درك قاعده نحشي في هذاك الحلوى تاعي بكريمه الزبده بذوق الليمون اللي خدمناها قبيل. برك خليو الحلوى تاعكم تبرد باه ما تذوبلكمش هذيك الزبده كي تكونوا تخدموا بها. نبداو بالطراف ومن بعد عاد ندخلوا الوسط ونقيو الطرف تاعكم من الزائد هذاك باه ما تيجيكمش الحلوى جهه بجهه. هنا بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندي نروح نخدم الكلاصاج تاعي. الكلاصه فيه 3 مغارف زيت، 3 مغارف حليب، 3 مغارف ماء زهر، و3 مغارف عصير الليمون. انا ما كانش عندي عصير الليمون، فكي حطيت لاغوم كترت. سما 3 مغارف زيت، 3 مغارف حليب، 3 مغارف زهر، و3 مغارف عصير الليمون، ومغرف كبيرة تاع لاغوم باه يعطيكم هذاك اللون. ونبدا نضيف سكر غلاس بالتدريج
حتى نتحصل على كريمه كي نحطوها على الحبه ما تهبطليش كامله. دوك تشوفوا كيف القوام تاعها. بقاو معايا، شوفوا هنا قاعده نجرب في الحبه. جربوا التومه كي تلقاو هذيك الكلاصاج تاعكم هبط وما حكمش في الحبه، زيدوا السكر كلاص كيما انا هنا كي جربت لقيت بلي الطليه كامله هبطت، زدت السكر كلاص حتى حصلت على قوام ما يجي ثقيل، وكي نقلاصي به الحبه ما يهبطليش كامل، ما تتعراليش الحبه. شوفوا كما قلت لكم هذه الحلوى ما تحتاجنيش شيكولا ني حوايج مكلفه. نخدموها بالكلاصاج وفضت، ويعني في ساعه ونص ماكسيموم تكونوا وجدتوا هذه الحلوى. الطليه برك هذه لازم تخليوها يا ليله كامله يا 6 سوايع باش نشوف لكم مليح. شوفوا هنايا بعد ما قلاصيت الحبات تاعي، شوفوا لي الطليه كيف جات ثقيله، وشوفوا لي هذاك اللون. هنا بعد ما كملت كامل الحلوى تاعي خليت الطليه تاعنا ترتاح. انا خليتها ليله كامله. قبل ما نخليها ترتاح رحت درتها تزيين. انا درتها هاد الشيكولا برك في الطوابع تاعها. تزيين كيما تحبوا نتوما، كل واحد كيما يحب يزين. وخليت الحلوى تاعي ترتاح ليله كامله. الصباح كي رحت لقيت الطليه تاعي حاكمه روح الله الله. وهيك وصلنا الى نهايه الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وما تنساوش تخليوا لي جيم وابوني، ونتلاقاو في وصفه جديده وفي فيديو جديد. وصحه عيدكم وكل عام وانتم بخير.